تعالوا نعمل مع بعض احلى نجريسكو بالفراخ رهيبة يا جماعة. بعملها بطريقة بجد خطيرة حلوة جدا. لو انتوا زهقانين بقى من الغدا التقليدي وعايزين تعملوا حاجة كده تغيروا بيها وفي نفس الوقت تبقى سهلة جدا، مش هتاخد معاكم ربع ساعة في التحضير، وبجد طعمها رهيب، انتوا مش متخيلين جمالها. تعالوا نشوف بقى هنعملها ازاي. اول حاجة معايا نص كيلو من صدور الفراخ، انا مقطعاها مكعبات. هتبلها بالملح والفلفل الاسود بس، وهزود الفلفل الاسود شويه، بجد بيبقى طعمه حلو قوي فيها. تبلتها كويس جدا، وهجيب بقى طاسه احط فيها معلقه صغيره من الزبده ومعلقه صغيره من الزيت، والطاسه بتكون سخنه قوي وعلى نار عاليه، وهبتدي بقى ان انا اشوح الفراخ دي كويس جدا مع بعض. اول ما الفراخ كلها تغير لونها هنزل عليها بفصين من الثوم المفروم، وهقلبهم بقى مع بعض كويس جدا لحد ما الفراخ تاخد لون ذهبي حلو كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده هجيب بصله متوسطه انا مقطعاها صغير، هنزل بيها على الفراخ، وبعد كده هحط رشه من الملح والفلفل الاسود، وهشوح البصله كده مع الفراخ شويه. وبعد كده بقى هنزل عليهم بربع كيلو من المشروم الفريش، انا مقطعاه شرايح كده، وهقلبهم برده مع بعض كويس قوي. لقوا المشروم كده بدا يدبل ويدخل في السوا، هنزل بقى بنص فلفل الوان احمر واصفر، وانا مقطعاه صغير قوي، وهقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. وبعد كده هبتدي ان انا انزل بنص كوبايه من الزيتون الاسود الشرايح، وهقلب بقى كل الحاجات الحلوه كده مع بعض. الريحه يا جماعه بجد تحفه. بعد بقى ما اضيف الزيتون ممكن ان انا ابتدي ادوق واشوف بقى هل هو محتاج ملح وفلفل اسود تاني ولا ايه. انا حسيت ان هما محتاجين رشه من الملح والفلفل الاسود، وظبطت بقى الملح والفلفل الاسود بتاعي، وبس كده الحشوه بقت جاهزه معايا. تعالوا بقى نعمل الخطوه الجايه. ابدا بقى اسلق المكرونه، ميه مغليه هحط فيها ملح وفلفل اسود، وهنزل كده بالمكرونه. انا استخدمت يا جماعه المكرونه اللي هي الشرايط دي، طبعا النجريسكو الاغلب بتتعمل بالسباكيتي، بس انا حبيت المكرونه دي اكتر. تقدروا تستخدموا السباكيتي مفيش مشكله خالص. انا مش بسلق المكرونه لحد الاخر، انا بخليها 3/4 سوا علشان مش عايزاها مهريه معايا. وبعد كده بحطها في مصفى، بشطفها بس شطفه بسيطه كده تحت الميه، واسيبها بقى تصفي كل ميتها. هبدا بقى اجهز صوص البشاميل، معلقتين كبار من الزبده ومعلقتين كبار من الزيت. اول ما يسيحوا كده هبتدي ان انا اضيف 3 معالق كبار من الدقيق، وهبتدي ان انا اقلب الدقيق كده لحد ما ريحته تطلع بس ما يغيرش لونه. وبعد كده هضيف لتر من اللبن بس بالتدريج، اول ما يختفي اضيف حبه كمان، اول ما يختفي اضيف حبه كمان. ودي احسن طريقه تعملوا بيها البشاميل، بجد عمره ما يكلكع معاكم، وبجد بيبقى حلو قوي. كده هضيف علبه صغيره من كريمه الطهي، يعني بما يعادل كوبايه، وكمان هضيف مكعبين من الجبنه الكيري او اي جبنه كريمي، هتحطوا منها معلقتين كبار، تدي طعم تحفه لصوص البشاميل، بس هي اختياري، لو مش حابين مش لازم تضيفوها خالص. ظبطت بقى الملح ورشه من الفلفل الاسود ورشه من جوز الطيب، اساسيه في البشاميل. وبس كده صوص البشاميل بقى جاهز عندي. هو بيبقى خفيف شويه، يعني ما بيبقاش تقيل قوي يا جماعه. اول بقى ما يغلي معايا كده هبتدي بقى ان انا اضيف الحشوه اللي انا كنت عاملاها، وهقلب كل الكلام الحلو ده كده مع بعضه. ريحتهم بجد تحفه يا جماعه. سخنت المكرونه بميه سخنه من الكتل، وبعد كده بقى هبتدي ان انا اضيفها على كل الحاجات الحلوه دي. وشايفين بقى الشكل عامل ازاي، لها تحفه يا جماعه. وهي بقى في طاسه واحده كده كل حاجه على بعض بجد، وما خدتش معايا وقت خالص، وريحتها بجد خطيره. هجيب اي صينيه او بايركس بيدخل الفرن، وهبتدي ان انا احط فيه المكرونه واسويها كويس قوي. على الوش بقى هغطيها بطبقه كويسه كده من الجبنه الموتزاريلا. بكون مشغله الفرن قبليها بربع ساعه على درجه حراره 200. على الرف الوسط هتقعد بالظبط ربع ساعه، انا فاتحه من تحت بس. وبعد كده هشغل الشوايه عليها من فوق تاخد اللون الذهبي الحلو اللي انتوا شايفينه ده. شايفين بقى شكلها بجد حلو قوي، يفتح النفس كده على الاكل. اديكوا شفتوا هي ما خدتش وقت خالص معايا في التحضير، وكمان هي كامله متكامله، يعني فيها فراخ وخضار ومكرونه، فحلوه جدا، وبجد هتعجب كمان ولادكم قوي. يعني هما لو مش بياكلوا الخضار بجد في المكرونه دي اكيد هياكلوه. كمان انا عايزه اقول لكم ان انتوا ممكن تقللوا كميه الحشوه زي ما انتوا عايزين. المشروم، الزيتون، الفلفل الالوان تقدروا تتحكموا فيه زي ما انتوا عايزين. انا استنيت تبرد شويه علشان اقطع القطعه كده تبقى متماسكه شويه. وعايزه اقول لكم رغم ان انا عملت كده برضو صوص البشاميل احتفظ بان هو يفضل
يفضل جوسي كده وجميل وحلو قوي. وكمان المطه بتاعت الجبنه كانت خطيره. طبعا انتوا عايزين تعرفوا نوع الجبنه، انا كنت عملت فيديو كامل عن الجبنه الموتزاريلا. دي موتزاريلا هولندي طبيعي 100%، بجد احلى موتزاريلا ممكن تجربوها. هستناكم تجربوها، وكالعاده تبعتولي الصور اللي على طول بتفرحني. وطبعا اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.